عمل أو بناء. الحمد لله الذي جعل لنا عقولا تعي الطيب من الكلم فتقبل عليه، وأيضا تميز الخبيث منه فتعرض عنه. وأصلي وأسلم على من أوتي جوامع الكلم وحسن البيان، محمد النبي خير بني الإنسان. بداية دعونا نرحب بضيوفنا الكرام السادة الشعراء الكبار، نجوم تتلألأ في سماء الإبداع. باسم أسرة نادي أدب دار السلام لقصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان، باسم الشاعر حاتم السمان رئيس نادي الأدب، الشاعر ناصر علي توفيق نائب رئيس نادي الأدب، الشاعر القدير ناصر موسى عضو نادي الأدب وعضو اتحاد كتاب مصر، والأستاذ أشرف السبع مدير تحرير جريدة اليوم الثامن، والشاعر القدير الأستاذ محمود البارودي، والشاعر القدير الأستاذ أحمد البارودي، والأستاذ الكاتب أحمد السيد محمد، في ضيافة الأستاذ محمد أمين فقير مدير قصر الثقافة، والأستاذ عبد الرؤوف موسى مشرف نادي الأدب، والأستاذ حاتم فقير مشرف النشاط الثقافي بالقصر. اسمحوا لي أن نرحب بضيوفنا الكرام. أولا ضيوفنا من محافظة أسيوط، وهم الأستاذ الدكتور الناقد علي إبراهيم حم، الشاعر القدير الأستاذ أحمد الشافعي عبد الحميد، كما نرحب بالشعراء الكبار من سوهاج الأستاذ الشاعر القدير بهاء الدين رمضان، الشاعر القدير الأستاذ فتحي الصومعي، الشاعر القدير الأستاذ محي الدين متولي، كما نرحب بالسيد الأستاذ قدري مقلد مدير النشاط الثقافي بفرع ثقافة سوهاج. وباسم أخيكم أيمن رضوان أرحب بكم مرة